أنا عندي سؤالي هو: عارفين البني آدمين الناجحين في حياتهم في أوقات كتيرة البني آدم الناجح بيبقى عقبة. بمعنى إيه عقبة؟ يعني أنا جيت قلتلك مثلا أنا بحبك لشخصك، هو مش عايزني أقوله أنا بحبه هو، لا، أنا عايزة أقوله أنا بحبك عشان أنت ناجح، إن أنت عملت كذا وكذا وكذا وكذا. انا لو ما قلتش دوت بيتحول لدراما كوين. انت ازاي انت مش شايف دوت؟ انت ازاي ان انت ما قلتليش ان انت ناجح في كل دوت؟ الناس دي صعبة التعامل بجد، لان مش مطلوب مني ان انا اقول لك مثلا سي كلمة انا بحبك، مش مطلوب مني ان انا ابرر لك الحب دوت، ولا انا كده غلط؟ ولو انتوا قابلتوا الانماط ديت في حياتكم، هل بتتعاملوا اللي انا خلاص انا بتعامل على نفس النمط اللي قدامي، مش مطلوب مني ان انا اقول اه لا برافو ده انت كنت ناجح في كذا، لا انا قلت حاجة واحدة، لا هو ناجح في كذا وكذا 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 وكذا. اوقات كتيرة فعلا النجاح اللي انت بتوصل ليه بيبقى مشكلة في حياة الاخرين، مش غيرة. انا مش مطالب مني اقولك ان انت ناجح. هو انا كده صح ولا غلط؟ ولو انتوا قابلتوا الانماط دي انتوا بتتعاملوا معاها ازاي؟ هستنى منكم الاجابة بسرعة.